لم يقم بأي شيء هذا الرنين المغناطيسي، بدليل أن المنتخب المغربي الذي كان وصيف هذه الدورة كان يمتلك في صفوفه وفي أرضية الميدان 3 لاعبين تعدوا السن ال17. يعني صدرت قوانين وقالوا لك على كل المنتخبات المشاركة في دورة أقل من 17 أن تأتي إلى الجزائر 4 أيام قبل انطلاق الدورة. 5 أيام. المغرب أتى يوم قبل من المفروض أن يقصى. أتدري أن المنتخب المغربي اللعب تاعه في كأس العالم مغاير تماما في إفريقيا؟ المنتخب المغربي لا يستطيع أن يدير نتائج في إفريقيا. بكم مجددا مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج. موضوع آخر من شأنه أن يسيل الكثير من الحبر. فريد مطاوي وفي العدد السابق كان قد أشار إلى بعض التلاعبات حدثت على مستوى نتائج الرنين المغناطيسي لبعض المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا أقل من 17 سنة التي جرت بالجزائر. فريد، هل فعلا هناك تلاعبات فاضحة حدثت قبل انطلاق كأس إفريقيا للناشئين بالجزائر؟ حدثت تلاعبات مثل ما كانت تحدث تلاعبات عبر التاريخ. اولا شوف، يجب ان يعلم هذا الجمهور الذي يشاهد هذه الحصه باننا عندما نندد بما جرى في هذه الدوره هذا لا يعني باننا نشكك في المستويات التي وصل اليها الجيران ومقارنه. هذا امر نعم، حتى لا يذهب البعض في القراءات ويقول لك هذا يحاول ان يغطي الشمس بالغربال، نحن ضعاف ولا نستحق التواجد في المونديال ولا نستحق الذهاب الى المربع الذهبي. هذا لا يعني اننا نسكت على الباطل يا عماد. ما حدث في هذه الدوره عيب وعار على هذه القاره التي تحمل من العيوب في عالم كره القدم ما لا تحمله ولا قاره اخرى. تابع معي. نتائج الرنين المغناطيسي. أنا تحدثت على الفار، لو تتذكر يا عماد ومصطفى كنا في الحصة، قلت لك إفريقيا قارة المهازل. عندما يتحدثون على الفار هي تقنية استحدثها العالم الغربي المتطور لمساعدة الحكم في تصحيح بعض الأخطاء التي قد تغيب عنه لابتعاده عن لقطة يعني المشكوك فيها. لكن قلت لك بأن إفريقيا عندما تستخدم الفار بعد يعني تجد يعني وراء على تلك التقنية أفارقة دائما. يعني حتى ونحن نستخدم الفار سوف نثمن هذا الفار تماما مثل ما يحدث مع الرنين المغناطيسي. الذين استحدثوا الرنين المغناطيسي لكي يحددوا هذه الفئات عبر هذه نتائج المنتخب الجزائري. هذه نتائج المنتخب الجزائري. تخيل أننا يعني كنا جد نوايا في هذا المنطق، وعندما قام الرنين المغناطيسي يعني صورة كاملة. عندما أخذنا اللاعبين إلى الرنين المغناطيسي أبعدنا شقر أيمن لأنه كان من درجة سادسة في زينادو باللون الأحمر. وهناك 3 لاعبين يعني كانوا في الدرجة الخامسة، ويعني كانوا ليس بعيدين على الإقصاء من المشاركة. والأمر يتعلق يعني الجدول يوضح شتوح وأيضا العرابة، هذا العرابة، وأيضا اللاعب آخر اللي هو مرزوق سامي، الذين كانوا يعني درجة 5 في الرنين المغناطيسي. لكن اذهب معي إلى الجيران يا عماد وتخيل ماذا حدث. أنا قلت لك في الحصة الماضية أن النهائي سوف يلعب بين منتخبين الكثير من اللاعبين على أرضية. نتائج المنتخب المغربي إسحاق. قلت لك بأن الكثير من اللاعبين الذين سوف يخوضون النهائي تعدى سنهم 17 سنة. هذا الرنين المغناطيسي الذي يتحدث عنه البعض وكأنه فك يعني شيفرة التلاعبات التي كانت موجودة، لم يقم بأي شيء هذا الرنين المغناطيسي، بدليل أن المنتخب المغربي الذي كان وصيف هذه الدورة كان يمتلك في صفوفه وفي أرضية الميدان 3 لاعبين تعدوا السن ال17. كيف ذلك؟ اسألني يا عماد. في دورة اليوناف في أكتوبر الماضي عندما يعني قاموا بهذه الدورة والتي كانت تأهيلية لنهائيات كأس إفريقيا التي احتضناها منذ أيام، تخيل معي في نوفمبر كان هناك الحارس المغربي الذي كان الحصن المنيع في هذه الدورة لمنتخبه. هذا الحارس الذي هو بن روزيل طه، تخيل في نوفمبر الماضي في دورة شمال إفريقيا التأهيلية كان الرنين المغناطيسي قد أكد بأنه من الدرجة الخامسة في زينادو.
سجل هذه الملاحظة. هناك لاعب آخر، هما لاعبين يعني في أرضية الميدان والحارس 3 لاعبين. هناك لاعب آخر اسمه شلاغ مسيف الدين والناير أيمن. هذا الثلاثي الناير كان سجل في شباك المنتخب. طيب شوف، بن روزيل طه وشلاغ مسيف الدين والناير أيمن تعدوا 17 سنة في هذه الدورة. كيف ذلك؟ في نوفمبر الماضي هذا الثلاثي كان رنين المغناطيسي قد توقف عند الدرجة الخامسة في زناد هؤلاء بعد 3 أشهر. المعطيات العلمية تقول لك عندما تخضع هؤلاء اللاعبين مثل ما حدث مع الجزائر وقصينا شقرة أيمن، لأنه الرنين المغناطيسي عندما يقول لك بأنك الدرجة الخامسة على 3 أشهر سوف تنتقل إلى الدرجة السادسة. تخيل، نوفمبر، ديسمبر، جونفي، فيفري، مارس، أبريل، 6 أشهر. يعني الثلاثي يبقى في الدرجة الخامسة درجة 7 تقريبا، درجة 7. إيه، رغم ذلك هذا الثلاثي شارك. التوقف عند ملاحظة أخرى، وتوقف عند الكاف التي يتغنى بها البعض ويقول لك موتسيبي قال بأن الجزائر، دعوكم من كلام المأسول لموتسيبي. كيف ذلك؟ موتسيبي قبيل الدورة يعني صدرت قوانين وقالوا لك على كل المنتخبات المشاركة في دورة أقل من 17 أن تأتي إلى الجزائر 4 أيام قبل انطلاق الدورة. 5 أيام. المغرب أتى يوم قبل من المفروض أن يقصى. لماذا لم يقصى المغرب؟ ولماذا ذهب مباشرة إلى قسنطينة ولم يمر عبر يعني أشعة الرنين المغناطيسي؟ اطرحوا الأسئلة. حتى المنتخب السنغالي لكي لا يقول الأشقاء المغاربة بأننا نستقصد المغرب والخلفية السياسية بيننا. أنا لا أتحدث بالخلفية، أنا أتحدث بمنطق رياضي أبعد السياسة. هؤلاء شباب أبناؤنا أيضا، المنتخب المغربي من أبنائنا والمنتخب السنغالي وكذا، يعني كل المنتخبات. نحن نتحدث على فئات صغرى ولا يجب أن نذهب في التحليل إلى أمور أخرى. أنا أتحدث أيضا على المنتخب السنغالي حتى لا يقول المغاربة بأننا نستقصدهم. المنتخب السنغالي أيضا شارك بلاعبين فاق سنهم 17 سنة. أذهب أبعد من ذلك، مباراة النصف المنتخب البوركينابي شارك بلاعبين أكثر من 17 سنة. وسوف أعطيك دليل آخر، هؤلاء يعني هذه المنتخبات ال4 تأهلت إلى كأس العالم. من المفروض أن نغير 4 5 لاعبين، لأن بعد 6 أشهر سوف يصلون إلى الدرجة السادسة وما إلى ذلك. أنا أطالب المديرية الفنية الحالية أن تضع كل القوائم أمامها، القوائم التي شاركت في هذه الدورة في الجزائر وتأهلت إلى كأس العالم. سوف نتابع يعني هذه المنتخبات وسوف نحاول يعني إسلاط الضوء على عدد اللاعبين الذين سوف يغيرونهم في كؤوس العالم، لأن هناك مستوى آخر، معطى آخر، رجل آخر وراء الرنين المغناطيسي ومنطق آخر. لذلك أنا أكدت واليوم أعطيك دلائل بأن الذين فازوا والذين كانوا وصيف يعني لديهم لاعبين أكثر من 17 سنة. وعندما تحدث رزقي رمان على أنه واجهنا منتخب من الأكابر، الرجل كان يعي ما كان يقول. يعني كان مصطفى هذا الكلام شوف صراحه اسمح لي، هذا الكلام كاع يعاود يرجع واش قلت انا كنت نقدر بلا هذه المعطيات. انا عندي معطيات اخرى من جهه اخرى. راح نجي لك من المرصوص. راح نجي لك يا مراشدي. انا بالي اللي عندك كل هذه المعطيات وكل هذه التلاعبات لا تنقص من فوز السنغال، ولا تنقص من اشتغال هؤلاء، ولا تنقص من حقيقة أننا لا نشتغل. ولكن يكون لاعب تاع 17 سنه يلعب مع لاعب تاع 20 سنه كاين فرق كبير. يعرفوا لعبوا فوتبال عنده راي اخر. لا لما يقال انه 3 لاعبين نشطوا النهائي وهما مازال ما وصلوش للعمر 15 سنه، اللي هما امارا ديوف كذلك واسمه صال وديمي، هما لاعبين اللي تشوف البنيه المورفولوجيه تاعهم ماهيش بنيه تاع 14 سنه. لازم نقولها بكل صراحه، حتى لما تشوف اللاعب لما تكون عنده الكره يعني الملامح يعني كيفيه التفكير تاعو، يعني يفكر اكثر من لاعب وزيد قائد فريق. وزيد قائد فريق. هذاك امارا ديوف لما تشوف انت احنا نلعب في منافسه تاع فئه اقل من 17 سنه شبيه ساديو ماني. لما تشوف الفئه تاع اقل من 17 سنه ولاعب في عمره 14 سنه، هنا تبدا تطرح عده تساؤلات. يعني تشوف انت اللاعب تاع 14 سنه يحقر، نقول يحقر يحقر لاعب تاع 16 سنه. يعني هنا
تبدا تطرح تساؤلات كيفاش هذا اللاعب هدايا وصل لهذا المستوى، احسن هداف تاع البطوله ب5 اهداف. يعني تشوف اشياء اللي ربما الملامح، تشوف كذلك كيفيه ترويج تاع الكره، كيفيه ياخذ السرعه يعني القصوى مع لاعب تقريبا نفس الفئه. لاحظتها في مباراه الجزائر السنغال بالفرنسيه اسمح ليزاكسيليراسيون لي تختلف. اسمح لي لاعب المنتخب السنغالي راح جرب الكره، ولاعب المنتخب الجزائري شو راك انت بقول جيتي معك ليو الاخر غير يدير سيزيام راهو سيزيام، والاخر مازال بروميير طالع ويطلع في دوزيام يطلع، يعني راح خلاص وصل للمرمى. يعني فوارق تلعب دور كبير. هذه الاشياء وفوارق كبيره، فوارق كبيره. زيد عماد، انا لعبت في فئه شبانيه كنا صغار، مينيم كادي. كي تشوف انت البنيه المورفولوجيه تاع مينيم مع الكادي راهي كبيره كبيره، يعني عام ولا عامين في الفئات هذه العمريه راهي حاجه كبيره. زيد ضيف الى ذلك لما تقول انت اللاعب عنده 14 سنه يلعب في فئه تاع اقل من 17 سنه. يعني انايا اسمح لي، انا شوف انا المعلومات تاع فريد وتاع جمال ناخذهم بعين الاعتبار. علاش؟ لانه اتضح بعد النهائي وبديت انا نشوف المباريات وبديت نعاود نراجع، بديت نشوف اللاعبين هذو اللي برزوا، سواء تاع بوركينا فاسو ولا تاع السنغال ولا تاع المغرب الاقصى ولا تاع واسمهم تاع المالي تاع مالي. تشوف اشياء مالي صغار شويه بارابور تاع البوركينا. شوف تاخذ حاجه تاخذ برك، يعني اتيت اليستراتيف كما يقولوا. المقابله بين السنغال وبوركينا يلعبوا دوز ايكيب سونيور متقاربين في البنيه المورفولوجيه، في اللعب، في لا رابيديتي، في كل شيء. لكن عندهم مشكل في هذا الشيء. رضا ماطا، شوف انا والله ما تهمنيش النتائج في هذه الفئات، تهمني طريقه التكوين. الناس بتاعي تهضر على طريقة التكوين على تاع اتفاقات وتقول لي ما يهمكش النتائج. لا لا سي نافي بيرسونيل، انا ما يهمنيش النتائج. انا نروحوا لا كوب دي موند هذه يو 17 على بالك شكون الفائز الاكبر فيها؟ هي لا فيفا باش تسوق، فهمت؟ فقط تدي كوب دي موند، فهمت؟ ولكن وش راح تحضر للمنتخب الاكابر؟ كم من لاعب راح يترقى؟ كيفيه التكوين. صح، ما نغطوش الشمس بالغرب. هذا هو الشيء اللي يهمنا، هذا هو الشيء اللي يهمنا في المنتخبات، فهمتني؟ شوف احنا كي نقارنوا مقاييس التكوين في اوروبا مقاييس التكوين في افريقيا، فرق كبير يا اخي. اوكي يو 17 تقدر تدي كاس عالم، كنت تكلمنا مع على غانا، على نيجيريا، على ولكن اون فوا تلحق للاكابر اوروبا راح يا اخي تشوف دي اللاعبين. لا نهضر لك على المنتخبات. اوروبا تصطاد من افريقيا. مصطفى راني نهضر لك على المنتخبات، مانيش نهضر لك على الفرق. راني نهضر لك على المنتخبات. باش تقابل انت المنتخب الاسباني ولا المنتخب الفرنسي ولا المنتخب، ما تنجمش. سلاطني فاز على المنتخب الاسباني. لا ما تنجمش يا اخي. نهضر لك على المنتخبات في الاكابر يا اخي. عندما تلحق نهايه التكوين تاع اللاعب، هذا هو الشيء اللي يهمنا احنا دوك احنا نتكلموها بصراحه. هل هناك تقييم؟ فاتت، فهمت؟ كأس العالم فات. هل هناك يعني تقنيين تاعنا اللي يقيموا كأس العالم في الجزائر؟ لا نستناو التقييم تاع فيفا لا، ولكن تقييم الناس دارت تقييم تاع فيفا. شوف جمال، الناس دارت، الناس تاخذوا بعين الاعتبار ولا لا؟ الناس قيمت كأس العالم. نعطيك حاجه وما نقولكش اني هذا السر. أتدري أن المنتخب المغربي اللعب تاعو في كأس العالم مغاير تماما في إفريقيا؟ المنتخب المغربي لا يستطيع أن يدير نتائج في إفريقيا. لأن نقول لك علاه. لأن المنتخب المغربي لعب بطريقة دفاعية مع إسبانيا، مع بلجيكا، مع البرتغال، مع بوركينا فاسو، مع أوغندا، مع المالي. مش راح يلعب بطريقه دفاعيه، راح يهاجم، وراح تكون هناك خرقات، تكون ثغرات في الدفاع في وسط الميدان. هذا هو التقييم اللي داروه الناس، فهمت؟ ذات كفاءه، وهم جزائريين وما نقولش الاسماء تاعهم. هذا هو التقييم. داروا تقييم تاع كل المنتخبات، فهمت؟ اللي مارست فيفا. ما يستناوش لا فيفا. الناس عندها على بالك واش كاين.
لو فوتبول ولا هذاك تفكير الناس راهي تفكر الناس هذيك سي باز دو ريشيرش الناس يفون لا ريشيرش البحث الرياضي هذا هو الشيء اللي في افريقيا شوف اوروبا سامحني اوروبا عمرها في اوروبا اليوفا منهم ارسن فينغر عباك واش قال له فوتبول سي لوروب اي ابري صافي دير اوروبا ومن بعد لو ريست اي ابري لو ريست فهمتني هذا فينغر عمرها ما يديروها. احنا في لاكاف نقعدوا نتكلموا على الاربيتراج ملاعب على الملاعب على الفار على سي والناس راهي تتقدم راهي دير في ابحاث راهي دير في ذاك الكره راهي تطور. احنا قعدنا نهضروا غير على هذه السلبيات هاك. لذلك رضا متام الحمد لله نتحدث عن تلاعبات الرنين عندنا كفاءات جزائريه اللي عندها سر تاع كره القدم. رضا متام شوف تحدثنا عن تلاعبات الرنين المغناطيسي فريد مطاوي وجمال راشدي قال لك لماذا يتم الحديث عن السنغال وما الى ذلك، لكن السنغال تكون تبعث لاعبيها الى فرنسا الى مادز والى فرق اوروبيه تسترجعهم للمنتخب الاول، المنتخب الاول يعمل نتائج، هذه فائده. لماذا نتحدث عن الرنين المغناطيسي وما الى ذلك؟ نتحدث عن التكوين القاعدي.